متابعينا الكرام، كما أقول لكم دائما، المغرب هو الذي يتحكم في المناصب الحساسة ديال حضارة الجزائر. هذه المسألة قلتها مرارا وتكرارا، المغرب هو الذي يتحكم بطريقة غير مباشرة. علاش؟ لأن نظام حضارة الجزائر فاش كيعينوا شي مسؤول، خصوصا على المستوى الدبلوماسي، خصوصا وزير الخارجية، فالأمل ديالهم هو أنه يحقق شي حاجة ضد المغرب. وجميع هاد الوزراء الخارجية اللي مروا وتمت الإقالة ديالهم في حضارة الجزائر لم يحققوا أي نتيجة ضد المغرب، تمت إقالتهم وكيجيبوا واحد آخر، ونفس الأسطوانة كتبقى الدور. الآن الدور متابعينا الكرام وصل للعمامرة، وصل لرمضان الحمامرة الذي تمت إقالته، ومشاو دابا الآن غادي يجيبوا شكون؟ غادي يجيبوا عمر بلاني. عمر بلاني هذا اللي تمت إقالته قبل القمة العربية، لأن من بين الشروط ديال الدول العربية لإقامة القمة